جيتور تي 2 العربيه اللي عامله قلق جامد جدا في الخليج. النهارده جايبين لكم استعراض حصري لاول مره ليها في مصر، والاول مره يعني الاول مره قبل ما تطرح رسميا في الوكيل وقبل حتى ما حد ينزلها استيراد مصر. العربيه دي شكرا للصديق محمد فرج وفرج جروب، هم المستوردين ليها وجابوها استيراد. النسخه اللي معانا دي وهنتفرج عليها النهارده، ودي النسخه اعتقد اللي هتيجي مصر واللي هتنزل وكيل، وهنقول لكم المواصفات ايه وهنقول لكم كل حاجه. بس العربيه دي عامله قلق في الخليج، قلق ما بين مؤيد ومعارض، لكنها بتبيع جامد جدا، ووصلت انها في الخليج عليها اوفر برايس كمان، رغم ان النسخه اللي في الخليج ال 2000 سي سي، لكن في شكوى من منظومه التبريد فيها وسخونه الفتيس وسخونه الموتور فعلا. النسخه اللي جايه لنا هنا واللي هتيجي هنا والنسخه الاستيراد اللي معانا دي هي 1500 سي سي تربو، 180 حصان مع 290 نيوتن متر عزم، وفتيس دي سي تي 7 سرعات دول كلاتش 7 سرعات، والتبريد زيت. خلونا كمان هيبقى اول انطباعات عن العربيه وتجربه سواقه ليها، ولكنها هتكون انطباعات مبدئيه. العربيه مش هتقعد معانا مده، وانا مش من الناس اللي بيحبوا ياخدوا لفه بعربيه واطلع اقعد افتيرك والكلام ده، لا العربيه لازم تقعد معانا مده. لكن في حاجه اسمها فيرست امبريشنز، والريسبونس واستجابه الموتور عامله ازاي. ما نقدرش نحكم على عفشه من تجربه صغيره او على مستوى استهلاك بنزين او الكلام ده، لكن نقدر نحكم على الهاندلنج وعلى الريسبونس والكلام ده هنعمله كمان شويه، فخليكم مركزين معانا. لكن دلوقتي هنفرجكم على العربيه. العربيه فيها ويلكم لايت غريب كده، وبتنور من هنا كمان علامه جيتور، والديفندر الامامي والاكسدام الامامي شكلهم هجومي جدا جدا، تحسها لاند روفر ديفندر كده في شكلها وفي الستايل بتاعها، فتحس ان العربيه فعلا واخده من مجموعه لاند روفر، او تحسها رانج روفر الغلابه. يعني الديفندر فعلا هي اللي قدامك دي، لكن النسخه الصينيه. العربيه النسخه ال 1500 تربو بتنزل بشنطه 18، بروفايل الكاوتش كويس جدا، يعني ما يعتبرش بروفايل مقلق، لا بروفايل يتحمل. لكن طبعا الجنط ال20 اللي بينزل في النسخه الاكبر، وما نعرفش الوكيل هيجيب هنا الجنط ال20 ولا لا، شكله افضل، والفراغات ما بين الرفف وما بين الجنط الارتفاع ده ما بتبقاش موجوده قوي. لكن العربيه النسخه ال 1500 دي انا شفتها في كذا سوق، وكنت شفتها في الامارات. العربيه دي بتنزل بجنط 18، السايد ستيب موجود علشان يدي برضه يكمل بقيه الشكل الهجومي بتاع العربيات الاوف رود، فالسايد ستيب موجود وافكتيف، يعني تحسه حمول، يعني معدن متغلف فايبر كده وشكله لطيف قوي. وفي التجزيعات اللي انتم شايفينها دي لما بتيجي من هنا بتلاقي خط الكتف مش ما فيهوش شغل قوي، يوحي فعلا ان العربيه عربيه اوف رود او عربيه هجوميه، وما تلاقيش يعني الشكل الانسيابي جميل. لا العربيه تصميمها صندوقي جدا، وده شكل بيعمل فلوس، بيعد فلوس يعني. ولنا في الجي كلاس اسوه، وفي اللاند روفر الديفندر زي ما كنا بنتكلم اسوه. الناس بتحب الشكل الهجومي ده والشكل الصندوقي ده، طبعا مع اختلاف انا الامثله اللي انا بديها دي ملهاش علاقه بجيتور خالص، لكن خليني اكون بكلمك عن الشكل ده الناس بتحبه ازاي. الكاميرات ال 360 صايعه قوي ومحطوطه في البوكس اللي هنا، فدي واحده منهم اهي من الاربع كاميرات ال 360 ومحطوطه في البوكس هنا، فشكلها شيك قوي. الشنطه للنسخه اللي معانا دي مش كهرباء، ولكنها بتفتح من الريموت. عاملين هنا حاجه صايعه قوي علشان الكامبينج وعلشان التخييم والناس اللي بتطلع سفاري. عاملين 2 كاب هولدرز وعاملين شماعات، وكاتبين عليها كمان تستحمل 3 كيلو جرام كعليقه يعني او كشماعه. والتو كاب هولدرز دول الوصلات بتاعت المساعد، مساعد الشنطه محترم محترم محترم، يعني حاجه لطيفه جدا علشان الشنطه تبقى سوفت كلوز كده. تمام. مساحه الشنطه لطيفه، اعتقد انها تتخطى 450 لتر، مساحتها كبيره مش صغيره. ما عنديش الرقم المظبوط، لكن اعتقد انها تتخطى 450 لتر. وكمان مخرج 12 فولت عشان اللي عايز يوصل كاتل، عايز يوصل فيشه لابتوب، فالعربيه تصلح للتخييم جدا يعني. تمام. لما نيجي نتفرج على المساحات الخلفيه هتلاقي مساحات مهوله، وهتلاقي كمان حاجه، لان انا درست العربيه كويس قبل ما نتكلم عنها، هتلاقي حاجه لطيفه جدا ان مستوى الخامات في الصف الثاني ما بيقلش تماما. كل ده سوفت كلوز مع ستيتشنج احمر هنا، ومع كمان تبطين
للجزء العلوي، فالعربيه تحس ان مستوى الخامات حتى شكل السماعات المزج ما بين الكروم وما بين شكل السماعات العادي يعني لطيف جدا جدا. البلاستيك اللي تحت مش رخيص خالص، وممكن دي تاخد ازازه كبيره او ازازه متوسطه، مساحات التخزين تعتبر كويسه. كمان الفتيس الدي سي تي الدول كلاتش السبع سرعات الويت ملوش نفق فتيس تماما، فالمساحات رهيبه مهوله. لو عايزني اوريك الليج روم زي ما انت شايف كده هتبقى رهيبه. خليكم معانا انا هوريك الليج روم. رغم ان الكرسي راجع على الاخر، الكرسي ده جايب اخره، لسه في حجم قبضه والكرسي ده على الاخر، والهيد روم كمان ممتازه. انا اعتقد ان واحد 185 سم يقعد براحته يعني، ولو قعد في النص هنا كمان يعني يتجاوز المترين. الليج روم والهيد روم ممتازين. كمان القعده في النص رائعه. العربيه دي تاخد 3 مرتاحين جدا. ما قد يميز العربيه دي هي المساحات المهوله والغريبه. فتحات التكييف الخلفي، ورغم ان احنا ما اتحركناش بالعربيه، انا لسه فاتح التكييف من دقيقتين قبل ما نبتدي، يعني من دقيقتين قبل الفيديو. التكييف فيه مستوى التبريد فيه كويس الصراحه، حاسه بقوه. ودلوقتي ما اعرفش الجو حرر فجاه، فالتكييف كويس جدا. وصلة يو اس بي تايب سي ووصلة يو اس بي 2.0 عاديه كويس. العربيه ريتشي بالوصلات، كمان فتحه السقف البانوراما كبيره جدا وبتفتح، ومستوى الفتحه كبير. مستوى الفتحه اللي هي بتفتح وتسمح بدخول الهواء كبير، وفتحه السقف البانوراما كبيره، مستواها لطيف جدا. نشوف، لان هم بيقولوا العربيه دي فيها بروسيسور سناب دراجون في الانفوتينمنت سيستم، وبيحرك الالكترونيات جوه العربيه. استجابه الفتحه ومستوى قفلها مش بطيء، سريع. انا ما دوستش دوسه طويله، لا كويسه، في سرعه فعلا في الاداء على الفتحه الطويله دي. مستوى الخامات رائع. الارم ريست هنفرجكم اهو من الباب اللي قدام. مستوى الخامات رائع، الارم ريست ممتاز، جلد مقلوب كده لطيف قوي. وانتوا طبعا عارفين الجلد المقلوب بتبقى حاجه شيك كده، وستيتشنج احمر وستيتشنج احمر في الكراسي. رغم ان النسخه اللي معانا مش كراسي كهرباء، النسخه المستورده اللي معانا مش كراسي كهرباء، لكن فيها مساج في الانفوتينمنت سيستم. والعربيه كمان سريه بان فيها ادابتيف كروز كنترول ولين كيب اسيست. مجموعه الاداس كامله او مجموعه انظمه مساعده السائق موجوده في العربيه. الانفوتينمنت سيستم والشاشه الكبيره جدا 15.6 مع الشاشه ال 10 انش في العدادات، سريين جدا بالمعلومات. يعني عايز اوريكم دلوقتي مستوى كمان الريزوليوشن بتاع الكاميرات ال 3 دي ممتاز. على حجم شاشه زي ده انت موزع ريزوليوشن على اسبكت ريشيو عالي جدا، عريض وكبير وضخم جدا، فيعتبر المستوى ممتاز. دي الكاميرات ال 3 دي اهي، وانماط قياده متعدده للعربيه. وكمان العربيه فيها رادارات للقياده في الميه، فيها سنسورز ورادارات بتحس بمستوى وصول الميه، يعني لو في خطوره او الكلام ده. والعربيه اساسا مرتفعه جدا، فالموضوع لطيف جدا زي ما انتم شايفين كده. عايز اوريك كمان اهو الكراسي فيها مساج، والمرايات دي اوتو ديمنج فيها تعتيم. مستوى الخامات ممتاز. 2 كاب هولدرز بيظهروا لك هنا لما بترجع المنظم ده ورا، ولما بتطلعه قدام. مساحه تخزين كبيره جدا، مساحات تخزين في العربيه كبيره جدا. مستوى السوفت تاتش في العربيه والدركسيون على العربيه بحجم كبير زي ده تصميمه رائع. دي شيب عريضه قوي من فوق ومن تحت، والدركسيون صغير، فانا اعتقد ان مسكته هتبقى مريحه، وسوفت تاتش كبير جدا. ايه بقى المخاوف من العربيه دي؟ وخليكم منتظرين معانا علشان تجربه القياده هقولها لك واحنا بناخد انطباعات عن تجربه القياده. خليك مكمل وما تنساش تعمل لايك وشير، علشان ده اول استعراض حصري ليها في مصر زي ما عودناكم قبل طرحها رسمي جيتور تي 2 اللي عامله قلق في الخليج. خليكم معانا وهنقول لكم مخاوفنا ايه. علشان ما اطولش عليكم، زي ما قلنا لكم هناخد انطباعات عن تجربه قياده سريعه للعربيه. فاحنا طلعنا سوقنا العربيه لمده تلت ساعه بالظبط، وخرجنا بيها بره وطلعنا بيها على الطريق علشان نقدر نكون انطباع عن الريسبونس والاستجابه بتاعه الموتور ال 1500 تربو اللي بيخرج
180 حصان، واعتقد دي باليتا جديده للموتور، لان النسخ المواتير المعروفه بتاعه شيري الكبيره، مجموعه شيري الكبيره ال 1600 اللي بتخرج 194 حصان، ده مش منهم، ده موتور 1500 بيخرج 180 حصان، مش الرقم المعتاد لمجموعه شيري ال 156 حصان، فيبدو انه ده معدل خصيصا للتي 2 او نسخه جديده قدراتها ما بين البنين 180 حصان مع 290 نيوتن متر عزم، نفس ارقام الموتور ال 1600 بتاع مجموعه شيري الشهير، مع العزم ده بيخرج عند 2000 لفه، مش بدري. وفعلا الريسبونس بتاع العربيه على حجمها ووزنها والايروديناميكيه زي ما توقعنا ضعيف، الاستجابه ما تعتبرش قويه للعربيه الصراحه، يعني ما اقدرش اكذب عليك واقول لك استجابه العربيه دي قويه او ان الريسبونس او لا، العربيه في لاج شديد، رغم ان الفتيس الدي سي تي دايما بيكون نشط واستجابته جيده، لكن في لاج شديد كعاده نواقل الحركه الدي سي تي او الدول كلاتش، سواء تبريد زيت او جافه، حتى الجافه حاميه شويه، لكن سواء تبريد زيت او جافه في العربيات الصينيه الاستجابه بتكون مش متوائمه شويه، يعني العربيه تحس فيها لاج شديد قوي، الوزن والحجم ده على الموتور ال 1500 زي ما توقعت. استهلاك البنزين انا مش هعرف احكم عليه، ولكني اعتقد انه هيكون عنيف مع عربيه زي دي، ايروديناميكيه غريبه وتصميم صندوقي والاكثر ارتفاعا عن الارض في اخواتها، ما بتكلمش عن جراوند كليرنس، بتكلم عن ارتفاع ومقاومه هواء شبه منعدمه مع التصاميم الصندوقيه دي، وده معروف. فالعربيه دي اعتقد انها هتحضن الهواء وهتحضن كل حاجه ممكن تقاوم التسارع بتاعها، فالعربيه دي اعتقد ان استهلاكها البنزين هيبقى عنيف، لكن ما اقدرش احكم عليه من دلوقتي. اللي عجبني قوي مستوى العزل في العربيه دي ممتاز، رغم اني كنت اعتقد ان المرايه الكبيره دي والتصميم الصندوقي ده هيبقى مش لطيف قوي في عزل الهواء، ولكن مستوى عزل الكابن ممتاز، والسسبنشن رائع. يعني العربيه دي لو الهدف العائليه والراحه والاستخدام في السفر والمسافات الطويله قد لا تعطيك الاداء الافضل وقد لا تعطيك استهلاك البنزين الافضل، دي توقعاتي، ولكن هتديك راحه وهتديك مساحات ممتازه. دي كانت انطباعاتنا، وكان استعراض حصري ليها، وكان كل حاجه بامانه وبصراحه عما خوفنا منها بعد الانطباعات الاولى عن تجربتها وبتقدم ايه، واول تجربه حصريه لجيتور اللي عامله قلق تي 2 في الخليج قبل ما تتقدم في مصر رسمي. شكرا لفرج جروب وشكرا ليكم.